السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة النفاج. رمضان كريم عليكم والصوم وتفطروا على خير. أول ما يقرب شهر رمضان بيكون باقي عليه أسبوع أو أقل، بتلقى كل البيوت السودانية مشغولة بنظافة وتزيين البيوت والحيشان لرمضان. بتلقى بعض الناس بيقوموا يطلوا جدران البيوت دي الخارجية بألوان جديدة، وكمان تلقاهم بيجددوا الأساسات المنزلية، إما يطلوها بلون جديد أو يقوموا يغيروا التنجيد حقها. وكمان النسوان بيقومن بتزييف أسقف البيوت وغسيل الملايات والستاير، وبيعمل النظافة عميقة لكل ركن في البيت. وغير طبعا غسيل الأواني والعدة كلها ورصها في الفضيات ترتيبه، وغسيل نظافة المطبخ نظافة عميقة جدا جدا. ومن التجهيزات برضو في بعض البيوت بعلقوا زينة على جدران البيوت، وكمان بيجهزوا مكان الفطور اللي بيسميه في السودان الضرع أو البرش، وحنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة خاصة بإذن الله تعالى. وده كله طبعا استقبالا واحتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم. وطبعا كل العمل ده بيكون بتعاون جميع أفراد الأسرة من صغار وكبار ورجال ونسوان. أي زول بيشارك في العملية دي، وتجهيز الضرع بيكون بمشاركة أطفال وشباب الحي. فالموضوع كله عملية تعاونية واجتماعية جميلة. وبكده تكون حلقتنا اليوم انتهت، ودمتم في أمان الله.